السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ حلقه جديده معاكم النهارده ان شاء الله، واوردر مختلف عن الكيكات. والنهارده هعمل معاكم معجنات حلوه قوي. بجد العجينه بتاعتها سحريه، هتاخدي منها نتيجه هايله جدا. فالاول هنقول اللهم بارك ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وتعالوا الاول حاجه هنعملها ان احنا نجهز محسن مخبوزات. انا حبيت يعني معلش الحلقه هتكون طويله شويه لان فيها تفاصيل مهمه جدا، اوعي تفوتيها علشان خاطر تاخدي مخبوزات ناجحه جدا وكل ياكلها كده يلاقيها طريه وهشه. اول حاجه اعمليها هو محسن المخبوزات، عباره عن كوبايه من الميه اللي هي كوبايه الشاي العاديه، معلقتين كبار من الدقيق، ومعلقه صغيره من السكر. هبدا بقى ان انا اقلبهم على البارد بالشكل ده كده، وبعد كده هتحطيهم على النار وتستمر في التقليب لحد ما القوام بتاع الدقيق والميه ده تحس بقى ان هو ربط معاكي كده وتقل زي خليط المهلبيه كده. ده هتحطيه على العجينه، مكون ممتاز جدا. خلاص بقى نركنه على جنب شويه ونسيبه يبرد على ما نكون جهزنا باقي مكونات العجينه. انا هعجن في العجان، تقدري تعجني على ايديكي وتقللي الكميات. انا هعمل 2 كيلو من الدقيق، فانا ضفت هنا في العجان 4 معالق كبار من السكر، عليهم معلقتين ونص كبيره من الخميره الفوريه. هضيف عليهم مبدئيا كده كوبايتين من الميه الدافيه. تمام. انا هعملها بعجينه اقتصاديه شويه يعني علشان خاطر المخبوزات انا مسعراها بسعر برضو مش عالي قوي، فبصراحه هعجنها بالميه. لكن اللي هياكلها اصلا هيحس ان هي مخدومه قوي من كتر ما هي ممتازه. هقلب بقى المكونات اللي في العجان بالشكل ده واغطي عليها ونركنها على جنب تتفاعل على ما نكون جهزنا المكونات الجافه. معانا الميزان وحطيت الطبق، وهبدا بقى ان انا اصفره واوزن 2 كيلو من الدقيق. فعلشان خاطر تسهل عليكي الدنيا يعني لو هتشتغلي معجنات ومخبوزات، مهم انه يكون عندك شوال من الدقيق او كميه كويسه من الدقيق علشان خاطر وقت ما يجيلك اوردر تكوني مستعده ليه ويكون عندك الخامات بتاعتك. انا وزنت الدقيق بالشكل ده كده، وهبدا ان انا اضيف عليه مكونات سهله جدا جدا. خلاص كده الدقيق ما شاء الله 2 كيلو بالظبط، وهقول لكم هيخرج معانا كميه قد ايه كمان. ضفت عليهم معلقتين صغيرين من البيكنج باودر، وهضيف عليهم ربع معلقه من الملح، ربع معلقه صغيره، وكمان هضيف عليهم معلقتين كبار من السكر. يعني من الاخر كده ال2 كيلو من الدقيق حط عليهم ربع كيلو من السكر. وهقلب بقى كده نكون جهزنا المكونات السائلة وكمان المكونات الجافة. خليط الخميرة ما شاء الله دلوقتي اتفاعل واختمر وبقى ممتاز. هحط بقى معلقتين كبار من المحسن اللي عملناه، معلقتين ونص كده مليانين، على خليط الدقيق. وهنبدأ بقى ان احنا ناخد الخليط ده كله بقى على العجان. وبعد ما اضيف معلقة، هي معلقة واحدة بس من اللبن البودر مش اكتر من كده. بعد كده هبدأ ان انا اضيف الخليط الدقيق على المواد السائلة واعجنها كويس جدا. ما تنسيش طبعا تحطي لايك وتكتبي لي كده كومنت من عندك يفرحني ويشجعني ان انا دايما اصور لكم الاوردرات اللي بخرجها. هبدأ بقى ان انا اعجن كويس جدا. المية بقى نضيفها واحدة واحدة، طبعا كوبايتين هيكونوا قليلين على ال2 كيلو. تبدأي انك تضيفي المية واحدة واحدة لحد ما العجينة تاخد الكمية المناسبة ليها. يعني أنا تقريبا ضفت كده 4 كوبايات من المية. تمام، او 3 كوبايات ونص. اهم حاجة ضيفها واحدة واحدة. واول ما العجينة بقى لمت معانا والدقيق اختفى، ضفت كوباية من الزيت وبيضة. كمان هضيف ربع كوبايه من الخل. حلوه قوي، هتخلي العجينه هشه معاكي. وطبعا احنا ضفنا بيضه، مش هيكون ليها اي زفاره ولا هيلاحظوا اصلا ان انت ضايفه على العجين بيض. بس هو البيضه بتساعد ان العجينه تكون هشه كده وطريه شويه. خلاص يعني ما شاء الله على ال2 كيلو بيضه واحده مش غارقه يعني. هبدا بقى ان انا انزل العجينه بالشكل ده كده، وكمان هضيف عليها معلقتين من السمنه. تمام، كوبايه زيت ومعلقتين من السمنه. وبعد كده هرش عليها رشه دقيق واغطي عليها بعد ما اتعجنت كويس جدا. لو هتعجني على ايديكي اعجني لحد لما تبطل تلزيق. هغطيها واسيبها بقى تختمر. ما شاء الله اللهم بارك، بصوا ما اخدتش معايا وقت برغم اننا في الشتاء، بس احنا مخلين الميه دافيه شويه زياده. وغطيتها بقى بفوطه، وكمان غطيتها بحاجات كتير كده علشان تختمر معايا على طول. وبصراحه على ما كنت جهزت الحشوات اصلا كانت هي اختمرت. هبدأ بقى ان انا اخرج العجينة بالشكل ده كده، وما شاء الله زي ما انتم شايفين العجينة بصوا طرية في ايدينا كده وحاجة كده ملبن. هبدأ بقى ان انا المها على بعض، وهبدأ ان انا اقسمها لان هشكل بيها كذا حاجة. يعني هنعمل كام صنف كده من المخبوزات وبعجينة واحدة بس. وبفضل الله اللي اخد من المخبوزات ديت بفضل الله مش بشكر في حاجتي ولا حاجة، بس الحمد لله اتبسطوا منها جدا وقالوا طرية وهشة وطعمها لذيذ. فده اللي يهمني طبعا، اللي ياخد مني حاجة يكون مبسوط وراضي عنها. هقسم بقى العجينة 4 قطع أو 5 قطع على حسب بقى ما أنا عايزة.
بصوا العجينة عاملة ازاي، حاجة كده تفتح نفسك اصلا ان انت تشتغلي في المخبوزات. بصوا ما بتلزقش وطرية وحاجة تحفة. بعد ما قسمناها طبعا هغطي عليها علشان خاطر ما تنشفش، وهاخد كورة من الكور اللي شكلناها، وهبدأ ان انا افردها بالشكل ده. اول حاجة هعملها الميني باتيه. انا محتاجة بس ان انا افرده الاول شوية علشان خاطر لما احط فيه حشوة الزبدة واركنه على جنب شوية تكون العجينة اتظبطت تمام. بعد كده بايديا هاخد قطعة من الزبدة يا دوب بس سايحة، هفردها على العجينة بالشكل ده، وهبدأ ان انا اطبقها. يعني بعد ما فردت العجينة يعني تقريبا سمكها بصوا زي ما انتم شايفين كده، يعني متوسط، مش سميكة قوي وكمان مش رقيقة. هاتني بقى بالشكل ده كده، وهجيب شوية زبدة بساط على التانيتين واحطهم بالشكل ده وارجع اطبقها تاني. على فكرة الطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة. هركنها بقى في جنب في طبق واغطي عليها برضو بكيس علشان خاطر تستريح كويس على ما اجي افردها بقى بالشكل ده. تعالي بقى نجيب كرة تانية، هنبدأ ان احنا نشتغل في ميني بيتزا. ميني بيتزا انا عندي قطاعة صغيرة كده بتكون مسهلة عليا التقطيع، لو ما عندكيش قطعي باي كوباية، مش هنقف، هنشتغل باي حاجة موجودة عندنا. اخدت كده على العجينة رشة من الدقيق، وهبدأ بقى ان انا افردها بالشكل ده، ومعايا القطاعة اللي بقولكوا عليها هبدأ بقى ان انا اضغط كده واقسم العجينة او اقطعها دواير، واحاول على قد ما اقدر نقرب الدواير من بعض قوي علشان ما نهدرش بقى كتير ومجهود يعني. العجينة بقى اللي احنا بنفرغها دي هنعمل لها بصة حاجة كده تحفة. طبعا جنب الصينية بتاعة الفرن ومدهونة بالزبدة، هبدأ بقى ان انا اخد قطع الميني بيتزا وابدأ احطها في الصينية واحدة جنب التانية، والعجينة دي بقى نلفها بالشكل ده. وهنعمل كمان العجينة التانية دي هي كمان ميني بيتزا. حطيتهم بقى في الصاج بالشكل ده كده، ودهنت عليهم صلصة، وهحط عليهم بقى طماطم وفلفل وزيتون اخضر واسود وشويه جبنه. انا مش هزود حشوات اكتر من كده، لان انا بقول لكم سعرها اللي انا عاملاه سعر اقتصادي قوي. فبصراحه مش محتاج ان انا ازود عليها حاجه. طبعا هنزود حشوات يبقى هنزود التكلفه وهنعلي بقى سعر البيع، فانا حبيت اعملها اقتصاديه شويه. هنكمل بقى الصينيه كلها بنفس الطريقه دي. بصراحه كده ربنا يحفظها، اختي كانت معايا في اليوم ده يعني علشان خاطر انجز وقت، لان كان عندي برضو حاجه تانية غير المعجنات بقى اللي هو الولاد وشغل البيت ويعني دوشه كده بتاعت كل الامهات يعني. وبصراحه وقفه المطبخ بتكون متعبه لو عندي اوردرات، فدعواتكم كده لنا بصلاح الحال، ما فيش حاجه بتيجي بالسهل والله، كلنا بنتعب وكلنا بنجتهد علشان خاطر يعني نقدر ان احنا نواصل في الزمن ده يعني. هجيب بقى اللي هي قطعة العجين بتاعة الميني باتيه، افردها بقى كويس. بعد ما خلصت الميني بيتزا انا عملت صينية كبيرة اللي هي 40 في 60، وعملت اللي هو 30 في 40، يعني صينية كبيرة وصينية صغيرة ميني بيتزا. رشة دقيق كويسة قوي بقى على العجينة اللي هي عليها خليط الزبدة، ومعايا جبنة قديمة. هبدأ بقى ان انا افرد قطع الجبنة القديمة بالشكل ده كده، وانا شغل النهاردة كله بايديا بفضل الله، كل شوية بتتغسل والشغل تمام يعني. هبدأ بقى ان انا الف العجينة، اخدت نصها بالظبط، وهبدأ بقى ان انا اقطعها بالسكينة بالشكل ده كده، وهقسمها. بس اهم حاجة اقفل عليها كويس علشان خاطر الحشوة بتاعتها يعني. وكده كده ما شاء الله الحشوة في النص، يعني حتى الحشوة متأمن عليها كويس. وهبدأ ان انا اقطعها، والحجم متوسط مش كبير قوي زي ما انتم شايفين كده. طبعا جهزت صينية تانية برضو 40 في 60، ما شاء الله زي ما انتم شايفين القطعة ملفوفة كويس جدا، والصينية برضو دهنينها زبدة. وهبدأ ان انا احط فيها كل القطع واحدة جنب التانية، وهعمل النص التاني من العجينة بنفس الطريقة، وهيتقطع وهيتحط جنب اخواته. بعد كده القطعة التالتة من العجين، طبعا احنا قسمناها كور، الكرة اللي بعد كده دي هعملها ميني ساندوتش، حاجة كده تحفة برضو. والحشوات مختلفة يعني، هي كلها جبن بس متشكلة شوية يعني. خلاص بعد ما فردتها بقى بالشكل ده كده، معايا السكينة وهبدأ ان انا اقطعها شرايح بالشكل ده برضو، اللي هو ايه متوسطة. معايا بقى هنا ده ميكس جبن وفلفل اخضر، يا ميكس جبن بقى اللي هو جبنة رومي وجبنة موتزاريلا وجبنة قريش وجبنة فيتا، يعني مشكلة كده تشكيلة كويسة من الجبن، وفلفل اخضر وزيتون كمان. هبدأ بقى ان انا الف الساندوتش لفتين تلاتة كده، الدبانة مزهقاني من ساعة ما بدأت. وهبدأ بقى ان انا اقفل على العجينة كويس جدا بالشكل ده،
وهحطها برضو في نفس الصينيه اللي فيها الميني باتيه. هعمل برضو العجينه دي بنفس الطريقه واقفلها كويس واحطها في الصينيه، وكده هيكون متبقي معانا العجينه اللي احنا اخدناها من الميني بيتزا هي دي. انا ضميت العجينتين على بعض وهضيف عليهم معلقه كبيره ونص من الصلصه. ده هعمله بقى بوريك بالجبنه. فالبوريك بيكون في الافران لونه محمر شويه يعني. احنا بقى هناخد اللون المحمر ده من ايه؟ من الصلصه، وكمان بتضيف له طعم كويس. رشه دقيق بقى وهعجن فيها كويس جدا جدا لحد لما تلم معانا وتكون بالشكل ده. هركنها تستريح شويه على ما نكون جبنا اخر قطعه من العجين. مهم جدا بقى تسيبها تختمر تاني. بس هنضف كده الرخامه مكان الصلصه والكلام ده كله قبل ما اجيب اخر قطعه، لانها هتكون الحلو بتاع الوصفه بتاعتنا او الحلو بتاع التشكيله اللي معانا. فردت عجينه بالشكل ده كده، وهبدا ان انا ادهنها بالزبده بقى، وهاخد عليها سكر. هاخد عليها رشه سكر كويسه ورشه من القرفه. خلاص. دي بقى يعني هنعملها زي السينابون كده مثلا، بس هي مش سينابون يعني، ولا منها سينابون ولا منها شريك، حاجه كده ايه بالقرفه والسكر لذيذه قوي. هبدا بقى ان انا اقطع شرايح بالسكينه بالشكل ده كده، وهبدا الف كل شريحه على بعضها بقى، بحيث ان هي تكون ايه، مدوره معانا يعني بالشكل ده. وطبعا القفله هاخدها لتحت كده علشان خاطر ما تفكش معانا واحنا بنسويها. وطبعا جنب صينيه حطيتها كلها بالشكل ده، وهضغط عليها بقى وهنسيبهم بقى يختمروا. بصوا 10 دقايق مش اكتر. ومعايا هنا بيضه هضيف عليها معلقه صغيره من الخل، ومعايا يعني ما كانش عندي حليب بصراحه وقتها، فضفت شويه ميه عليهم ورشه بسيطه من اللبن البودر، وقلبت كويس جدا جدا. وهبدا ادهن بقى الميني باتيه زي ما انتم شايفين ما شاء الله اختمر، وكمان الميني ساندوتش اختمر. على فكره ممكن تصغرهم اكتر من كده وممكن تكبري على حسب ما بتحبي يعني. هدهن بقى بيض. وبالنسبه للميني باتيه حطينا عليه سمسم، وساندوتش حطينا عليه حبه البركه. تقدري تخبزيهم وهم ساده، تقدري تعملي ميكس بين حبه البركه والسمسم اللي يريحك يعني. خلاص. هدهن برضو الشريك او العجينه اللي هي بقى فيها السكر والقرفه بنفس الخليط، بس انا ضفت عليه نقطتين من الفانيليا علشان خاطر برضو تديله كده ريحه كويسه. هيدهن. وبعد ما يدهن ده بقى احط عليه شويه سكر تاني وشويه سمسم. في الوقت ده كانت اختي الله يجازاها خير وربنا يا رب يحفظ لها اولادها، دعوات كلها ربنا ييسر لها الحال يا رب، ودايما كده نكون ايد واحده. كانت اخدت الميني بيتزا ونزلت سوتها على ما انا خلصت باقي المعجنات. هغطي بقى عليها، وتعالوا بقى نعمل اخر حاجه اللي هي البوريك. هقسم العجينه بقى كور صغيره، يعني ما شاء الله 2 كيلو من الدقيق طلعوا معانا كميه كبيره جدا من المعجنات، من بيتزا بوريك، وعملنا زي الشريك، وعملنا الساندوتش، وكمان عملنا الباتيه. خلاص بقى هكور العجينه بالشكل ده. الفيديو ده بصراحه يعني تعبنا عليه جدا، فياريت كده ما تنسوناش كده بدعمكم يا جماعه علشان خاطر الحلقه ترتفع وتوصل لاكبر عدد من المشاهدين. خلاص بقى هاخد كل دايره بقى وابدا ان انا افردها بالشكل ده، وهديها حشوه جبنه، واقفل عليها كويس قوي. وجنب الصينيه اللي هقفلها هحطها فيها. خلاص بقى انا قلت انجز اعملهم بقى كلهم مره واحده، لان بصراحه كان ظهري وجعني جدا جدا من الوقفه. فهم اي نعم 2 كيلو، بس بياخدوا وقت وبياخدوا شغل وبياخدوا مجهود وبياخدوا تقطيع، فالله المستعان يعني. فربنا ييسر لينا وليكم الحال. وطولة ما احنا بنتعب وبنسعى ربنا ما بينساش حد، ورزقنا بيجي لنا الحمد لله. تعالوا بقى هنا كده بعد ما حطيناها في الصينيه دي، هتدهن بقى اللي هو الخليط البيض بالحليب. طبعا مش عليه فانيليا يعني. وبصراحه مش هرش عليها حاجه، انا قلت ده هسيبها زي ما هي كده ساده علشان خاطر تكون الاشكال مختلفه وباينه يعني. هناخد بقى الصواني دي تحت وننزل عند الفرن. وكمان ما شاء الله كل صينيه بقيت اشكلها بقينا نسيبها شويه ايه تختمر يعني. هنا بقى كانت ما شاء الله الميني بيتزا استوت، وغطيتها بكيس بالشكل ده كده. بصوا الطراوه، حاجه كده تفتح النفس، طريه وهشه وحاجه بالف هنا وشفا للي اخدوها. هغطي عليها شويه كمان علشان خاطر تفضل طريه على ما نسوي باقي المعجنات. هنا بقى السندوتشات والباتيه برضو ما شاء الله يعني بجد كنت مبسوطه قوي بالنتيجه. جربوا العجينه بنفس الطريقه وباذن الله تعجبكم قوي. هنسيب بقى ده كله كده متغطي، وتعالوا كده اما اوريكم اللي باقي اللي هو يستوي الشريك والبوريك تمام. فهما بقى الاتنين اللي في الفرن بالشكل ده كده، وهنبدأ ان احنا نسويهم بكل سهولة. وعلى طول بعد ما سوينا
نقفل بقى الطباق بتاعتنا. واحنا الطباق اخدناها نصاص يا جماعه، ببدا ان انا اصفر الميزان على الطبق علشان خاطر ما يوزنش معانا، واشكل بقى الطبق شويه من الميني ساندوتش وشويه من الباتيه وكام واحده كده من البيتزا، يعني تقريبا 6 وحدات واتنين بوريك وواحده كده من الحلو اللي معانا. وهبدا بقى ان انا انظم الطباق كلها بالشكل ده. وده علشان خاطر كنت اول مره اطلع اوردرات مخبوزات من عندي، انا طلعت النص على 30، لكن بعد كده في اسعار اساسيه وهتكون ثابته باذن الله. ده شغل النهارده، حبيت ان انا اوريه لكم، وبالف هنا وشفا للي هيجربه. ما تنسناش باللايك.